غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع أن تكون السماء غائمة بالسهول الأطلسية، ستعطي زخات مطرية. بباقي المناطق الأخرى طقس مستقر مع السماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 0 درجة ببولمان، 4 درجات بمدينة إفران، 11 درجة ستسجل بوجدة زافاس وكذلك بمدينة مكناس، و12 درجة بكل من الرباط ووزان. ودرجة حرارة النهار ستعادل 27 درجة بوجدة، 25 درجة بمدينة تازة، 19 درجة بطنجة وكذلك بالعرائش، بالرباط وبالدار البيضاء. بالمنطقة الوسطى دائما طقس بارد بمرتفعات الأطلس وسماء نسبيا غائمة بالسهول الأطلسية، ستعطي زخات مطرية متفرقة. بباقي المناطق الأخرى طقس مستقر مع سماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 12 درجة بورزازات وكذلك ببني ملال، 13 درجة بمراكش، تارودانت وكذلك بأكادير. ودرجات الحرارة القصوى ستعادل 26 درجة بمدينة الرشيدية، 29 درجة بأرفود وكذلك بزاغورة، 30 درجة بالطاطا، 28 درجة بتارودانت، 27 درجة بورزازات و29 درجة بمراكش. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة ستتأرجح ما بين 15 درجة بالزاق وكذلك بجلسة زمور، ببوجدور وبالعيون، 14 درجة ببكرع وبمدينة سمارة. وخلال فترة الظهيرة سيشير المحرار بحول الله إلى 30 درجة بكل من زاق، سمارة، بكرع، العيون، 32 درجة بجلسة زمور، 27 درجة ببوجدور، 22 درجة بمدينة طرفاي و25 درجة بطنطان. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية مع طقس مستقر، ودرجات الحرارة ستعادل 16 درجة بالدخلة، 19 درجة بالكبيرة، 18 درجة ببيرانزرن، 20 درجة بأوسرد. ودرجة حرارة النهار ستصل بحول الله إلى 35 درجة ببيرانزرن وكذلك بأوسرد، 31 درجة بالكبيرة و24 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية هادئ إلى قليل الهيجان بعلو 120 سنتيمتر. بالبوغاز سيكون قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى 2 متر. ما بين طنطان وبوجدور سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج، وباقي السواحل سيكون البحر عموما هائج. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة 3 صباحا و50 دقيقة و4 عشية و6 دقائق، والجزر سيكون في تمام الساعة 10 صباحا ودقيقتين و10 ليلا و8 دقائق. شروق الشمس بمدينة الرباط سيكون على الساعة 7:47 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 7:28 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الخميس طقس نسبيا بارد بالأطلس وتكون ضباب بالسهول الأطلسية الشمالية وكذلك الوسطى، والسماء نسبيا غائمة بأقصى الأقاليم، بأقصى الشمال الغربي للبلاد، سيعطي زخات مطرية متفرقة. بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية، ودرجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع الطفيف. أيام الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين وكذلك يوم الثلاثاء يتوقع بحول الله تكون ضباب بالقرب من السواحل، وباقي المناطق الأخرى سيكون طقس مستقر مع سماء قليلة السحب إلى صافية، ودرجات الحرارة دائما في ارتفاع طفيف. وإليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.